طبعا بتكون قاعد على التليفون او على اي متصفح وفجأة يظهر لك اعلان مفاجئ، وطبعا انت الحاجة دي ممكن تتعصب فيها وتكسر التليفون. في الفيديو ده جاي اقول لك على 3 طرق هتخلصك من مشكلة الاعلانات. يا ريت تتابع معايا الفيديو للاخر عشان تقدر تشوف الطرق صح، وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والتعليق الجميل بتاعك والاشتراك. ويلا بينا تعالوا نخش على الشرح. اول حاجة يا جماعة عندنا 3 طرق. الطريقة الاولى مع بعضنا كده هناجي على جوجل ده، تمام، وتدوس عليه دوسة مطولة وهناجي على معلومات التطبيق او العلامة دي، تمام. طب هنعمل ايه يا امير؟ هناجي على، بص كده معايا، هناجي على مساحة التخزين والذاكرة التخزين المؤقتة، وهناجي على مسح البيانات، تمام. هتدوس دي كلها معايا، تمام، محور جميع البيانات. لو اول ما تدوسنا كده بينهي معاك الاعلانات وبينهي معاك كل حاجة المزعجة اللي بتجيلك. تعالوا نخش على تاني طريقة بسرعة كده على السريع. وتاني طريقة معانا يا جماعة بناجي على الشرقت، تمام، عشان تكونوا شايفين، وبندوس عليه برضو دوسة مطولة زي جوجل، وبندوس كده، تمام، وبناجي على مساحة التخزين برضو والذاكرة، وبناجي على مسح البيانات. هندوس حذف، تمام، مع بعضنا كده كده، تمام. مسحت البيانات كده، ولا هتلاقي اعلانات تجيلك ولا اي حاجة هتظهر لك. تعالوا نخش على ثالث حاجة معانا عشان ما نطولش في مدة الفيديو. وثالث حاجة دي يا جماعة يعتبر أهم عامل. بناجي على الإعدادات، تمام، وبننزل تحت على التطبيقات، تمام، على التطبيقات. بندوس على التطبيقات وبناجي على إدارة التطبيقات، تمام. بعد كده بناجي نبحث على أي برنامج بيواجهنا لحذف مثلا أو تنظيف الهاتف. بندور مع بعضنا كده، تمام، زي ده منظف الهاتف. ده يا جماعة يعتبر ليه يا امير عايز تمسحه او هو ما بيفيد منظف الهاتف؟ طبعا الحاجة دي ممكن بتفيد التليفون، لكن برضو بتضرها في الاعلانات. بتظهر لك اعلانات، بتظهر لك كذا حاجة. طب والحل ايه يا امير؟ بندوس الغاء التثبيت وناجي على كلمة حسنا جرى الغاء تثبيت منظف الهاتف. اول ما هتلغي معانا كده، بص كده بيتلغي معانا، تمام، بيتلغي معانا عشان تكونوا عارفين. كده اتلغى معانا يعتبر، تمام. كده اتمسح خالص. طيب ايه استفدت من الحاجات دي؟ طبعا الاستفاده من الحاجات دي جربها ومش هتلاقي اي اعلان تاني هيزعجك خالص. ويا ريت باذن الله لو الطريقه نفعت معاك اكتب لنا تعليق جميل بتاعك، ويا ريت ما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واي مشكله هتظهر معاك اكتبها لي تحت في التعليقات وهطلع اقول لك حلها بسرعه. مع السلامه، سلام.